في أعمال أخرى حضرتك عم تحضرها الموسم المقبل غير أزمة عائلية؟ طبعا. عندي مسلسل راس غليس الجزء الثالث إن شاء الله، وعندي مسلسل الغريب عمل مودرن اجتماعي تأليف عبد المجيد حيدر. نحن أهم شغلة هلا إنه هذا العمل عم نكرس كل جهدنا، وهذا العمل ليش أنا عم بقول لك عنه إنه عمل ثقيل. ثقيل بمعنى انه لما انت يعني مثلا مسلسل الغريب او مسلسل شو بدك انت، طوق البنات ولا عطر الشام، بطل العمل قديش له مثلا 300 مشهد، في له 150 مشهد ببيته بيخلصهم، بعدين الباقي متفرقات، مره هون مره هون مره هون. هون لا، هون عندي ما يقارب 800 900 مشهد في مكان واحد. يعني اول مره انا اعتذرت اول مره، دغري اتصلت بالاستاذ ياسر علي من اهم مدراء الانتاج، هلا قلت له عمي ما بدي اشتغل، قال لي لا لا يا حبيبنا. فانا بوجه له الشكر لك وقاعد قبالنا، بوجه له الشكر انه هو اصر علي، وشكرا لكم. كيف بتشوف هي أول تجربة مع الأستاذ هشام شربتجي؟ هلا انا سعيد جدا باللقاء مع الاستاذ هشام، وهي لي اول مره فعلا. هو في هكذا اعمال، هو فعلا تحت عنوان شيخ كار، وانا متاكد تماما انه راح اكون مثل ما بنقول لبنه في هذا العمل. انا نعم بطل العمل، ولكن انا لبنه في هذا العمل، لانه هذا عمل مشترك، يعني من بطل العمل الى اصغر واحد عم يشتغل ان شاء الله بالقهوه والشاي كلياته. وشفتي انت الجو جوا، يعني عمل جميل جميل وفي جهد كبير. يعني الاستاذ هشام شايف له اعمال عديده، وكل اعماله شايفها، وانا بتصوري انه راح يكون في حاله ظرف اكثر ما هي حاله كوميديا. هذا الظرف انعكاسه كوميديا سوداء، وهو شيخ من عملها. برأيك هيدا الجانب اللي بتحتاجه الدراما السورية أو الكوميديا السورية حاليا بعد الانتقادات الكتيرة، يمكن أكيد عرفت حضرتك وسمعت من الجمهور اللي عم تتعرض للكوميديا السورية؟ لأقول لك شغله، ما هي المشكله انه ما بين كوميديا، ما بدنا نقول كلمة هادفة بقدر ما هو معنية بمشكل معين، معنية بمرض معين، معنية بكارثة معينة، وبين كوميديا من أجل الإضحاك. لا، هون في كوميديا حقيقية، كوميديا إنسانية. أنا ما بقول حتى عمل كوميدي، قلت لك عمل إنساني بحت، عمل إنساني بحت فيه شيء من الظرافة، بيوصلك لما يسمى ب يعني شر البلية ما يضحك، الكوميديا السوداء الخفيفة فقط. فهو طبعا يعني هلا التعرض بالنقد هذا حق طبيعي للجمهور، ولكن المبالغه من بعض الصحفيين هذا كمان ممكن ياثر على العمليه الانتاجيه بالبلد. كثر خير الله، نحن عم نشتغل كل سنه بظل هذه الازمه في شيء 30 فوق يعني فوق 30 فوق ال 35 عمل، وهذا شيء جميل انك انت تحقق المعادل، انك انت تتواصلي مع الناس بازماتهم، تتواصلي مع الناس باعمال انسانيه بحته، وبنفس الوقت باب لمعيشه الاف الفنانين في سوريا.